لازم يطلع أي سبب عشان يهوش. وجاهك اليوم اللي رحنا لما السوق وحنا راجعين قلت له الله يعافيك نبي خبز ولبن ونطبي ورا تو تحتين ورا ما قلتي قبل. قلت لي ابن الحلال هذه البقالة، ويجي بيلبق قدام البقالة إلا جاء رجال ولبق بمكانه ويحمق. قال له هالحين ما يشوفني بلبق، وينزل ويطق شنطة سيارته. اطلع انا بلبق ويلتلب. نزل ولد جذع قال له معليش يعني تبي نطلع اطلع، ورجلي نفخ عليه هي اطلع لا تحسب اني بقول لا. قال له دبشر يا عم، ويرد عليه حامي حمت عينك. الولد يويلي ركب سيارته وطلع، ورجلي الى الحين يتلفظ عليه ما اسكت. جاء الولد وعصب، ورجلي يقول له وش خير وش تناظر بخق عيونك يلا انزلع. حمق الولد ونزل من سيارته وقال يعني خلاص اسكت ترى انا طلعت. جاء رجل زين دفى الولد وانا وعيالي توحشنا. جاء هالولد شال رجلي وجدوه بالبسطة زبالة الزبالة الكبيرة حقت البقالة، وركب سيارة وراه ورجلي ورجلي يويت ويدف ويهوش. انا مسكت راسي وغمضت عيوني وعيالي ماتوا من الضحك وينط وينط من الصندوق الاصفر الكبير ويجي يركب. ورحنا من البيت وما شرينا خبز ما شرينا خبز ولبن. ومن هاك اليوم وهو مسكت والحمد لله، يعني ما عمره نفاخ ولا هاوش علينا وفقدنا صياحه ولجته وصار محترم. ودي القى هاك الشاب واشكره واعطيه اغلى هديه وقول له الله يجزاك خير انت بحركه ما اخذت منك دقيقه غيرت اللي ما قدرت اغيره برجلي من 16 سنه. لازم يطلع اي